قالوا ليك قولون عصبي، وقالوا ليك قلق وستريس، وقالوا ليك انت غير حساسة وكتزيدي فيه. هادشي كله كذوب. الجسم ديالك ما فيه حتى مشكلة، وشخصيتك طبيعية. السبب هو أن الجسم ديالك كيتفكر صدمة قديمة وكيدافع عليك يوميا ضد هاد الصدمات. بلا ما تبقاي تلومي نفسك وتأنبيها، واجي نفهمو شفرة الجسم ديالك وكيفاش كيهضر معاك خلال اليوم باش يوصل لك رسالة بداك الشيء اللي كاين في الداخل ديالو. تابعي الفيديو للآخر. سلام البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير. ما زلنا في سلسلة فهم جهازك العصبي. بالنسبة للبنات اللي مازال ما سمعوش الحلقات السابقة، يفضل أنكم تسمعوا الحلقات بالترتيب باش تكونوا عارفين علاش كنهضروا في كل حلقة، حيت كل حلقة كنهضروا على شي حاجة عندها علاقة بالحلقة المقبلة. الحلقة ديال اليوم غادي نهضروا على الصدمات القديمة كيفاش كتأثر على جهازنا العصبي الآن. يعني شنو هما الحوايج اللي كيوقعوا الآن في جهازنا العصبي ولا كيديرهم جهازنا العصبي، وهادو عندهم علاقة بالصدمات القديمة. الجهاز العصبي ديالنا كيتأثر بالصدمات القديمة من خلال أن هاد الصدمة هادي كتقوم بالإعادة ديال البرمجة ديال جهازنا العصبي. علاش كتقوم بإعادة البرمجة ديالو؟ باش يبقى جهازنا العصبي في حالة دفاع مستمر، بمعنى أنه كيبقى في حالة الخطر اللي سبق وهضرنا عليها. هادشي اللي كيخليه كيعاني من صعوبة باش يرجع لوضعه الطبيعي اللي هي حالة الأمان. وخا ما كيبقاش الخطر، يعني ما كاين حتى شي خطر حقيقي ولا اصلا ما كيبقاش الخطر، كيكون انتهى، ما كيقدرش الجهاز العصبي يرجع لطبيعته اللي هي حالة الأمان. دابا اجي نفهموا هادشي بالتفصيل، شنو هي الطرق اللي كيتأثر بها جهازنا العصبي بسبب تجارب سابقة ولا قصص من الماضي. اول حاجه هي فرط الاستثاره. فاش كيبقى جهازنا العصبي عالق في حاله التاهب، يعني في حاله الخطر، هنا هادشي كيخلينا اننا نحسوا بمشاعر القلق باستمرار. وايضا كنبقاو ديما كنتوقعوا الحاجه الخايبه، يعني كيكون عندنا داك التفكير السلبي، ما كاينش عندنا داك التفكير ديال مثلا يعني حسن الظن وانك كنشوفوا الجانب كنتوقعوا الحاجه الزوينه. لا، كيولي عندك واحد التفكير سوداوي انك كتبقاي تخيلي غير الحاجه الخايبه هي اللي غتوقع. وكيولي عندنا حساسيه مفرطه جهه الاصوات والمواقف وكلام الناس والتحركات ديالهم. شنو معنى هذا الشيء؟ يعني واخا ما كيكونش خطر حقيقي كيهددنا، ولكن كنوليو كنردوا البال لابسط التفاصيل، بحال اللي دماغنا كيولي غير حاضي جنابه. يعني اي خطوه بسيطه ولا علامه صغيره يعني كيلاحظها باش يحمينا من اي تهديد واخا ما يكونش هاد التهديد حقيقي. داكشي علاش بزاف ديال البنات كيقولوا بلي انا كنرد البال لابسط التفاصيل. مثلا فاش كيهضروا الناس كترد البال لكل الكلمات ديالهم، كل كلمه كتفسرها وكتحللها. مثلا الطريقه باش كيهضروا، كترد بال الاصوات، يعني كتكون حريصة بزاف ودقيقة وكتشوف كل الأمور بالتفصيل الممل. هادشي علاش؟ حيت جهازك العصبي كيحاول أنه يقلب على أي حاجة اللي ممكن أنها تكون تهديد ليك. هادشي علاش؟ باش يحميك. هو طبيعة الحال كي عنده رغبة أنه يحميك ويخليك في حالة أمان، ولكن مع الأسف حنا راه كندخلوه لهاد الحالة هادي اللي ماشي طبيعية. حيت فاش كتبقاي مستمرة في هاد الحالة هادي راه كتمرضي فعلا، وما كتبقايش يعني بصحة جسدية ولا نفسية مزيانة. إذا هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي استجابات الكر والفر ولا التجمد. شنو كيعني هذا الشيء؟ جهازنا العصبي كيربط منبهات معينة بداك الخطر القديم اللي كيكون وقع. مثلا شي صدمة في الماضي كتكون وقعات وكيكون عندها شي حوايج وقعوا في ديك اللحظة هذيك. الجهاز العصبي ديالنا كياخذهم على شكل منبهات اللي يقدر يكونوا مثلا أصوات، ولا يقدروا تكون مثلا روائح ولا أحاسيس. فكيسجلها في عنده باللي هاد الريحة هادي ولا هاد الصوت هذا ولا هاد الإحساس هذا اللي حسيت به عنده علاقة بهاد الصدمة هادي. يعني كل ما حسيت بهاد الشيء، شميت هاد الريحة ولا حسيت بهاد الشيء كنتفكر ديك الصدمة. دونك كيظن باللي راه غادي تعاود الصدمة. فغير كتشمي ديك الريحة ولا كتسمعي داك الصوت ولا كيجيك مثلا إحساس معين، فاش كتعرضي مثلا ضغط بسيط ولا لشي موقف صغير ولا كتسمعي شي كلمة تافهة ولا كتشمي غير شي ريحة وانتي دايزة ولا هادشي كله، جهازك العصبي هنا شنو كيدير؟ فاش كتعرضي لهاد المنبهات هادو كيطلق استجابة تلقائية باش تهربي ولا يعني تقاتلي. مثلا كتلقاي راسك شي مرات
كتدخلي لشي دار ولا كتمشي تجلسي مع شي ناس فجأة كتبغي غير تهربي نتا تخرجي وتمشي من تما. كيكون السبب انك شميتي شي ريحة ولا سمعتي شي كلمة ولا شي موقف اللي كيشبه شي حاجة في شي صدمة قديمة تعرضتي ليها تسجلات في الجهاز العصبي واخا كتكوني انتي نسيتيها وما عارفاش علاش. ولا شي مرات مثلا كتكوني كتسمعي شي كلمة مثلا جاية هكا غير في الهضرة فجأة كتعصبي وكديري ردة فعل قوية بزاف اللي كتبقاي انتي مستغربة من راسك علاش انا درت هاد ردة الفعل، حيت ديك الكلمة اللي سمعتيها راه استفزت واحد القصة قديمة تعرضتي ليها وتسجلات بلي هاد الكلمة عندها علاقة بديك القصة ديك الصدمة القديمة. آآ ولا مثلًا شي مرات كتولي ما قادرة ديري حتى ردة فعل، يعني ما كتصرفي حتى شي تصرف كتبقاي غير جامدة. و ولا كتطفاي فجأةً كتحسي بلي صافي مثلًا كنتِ كتهضري وتضحكي وتجاوبي مع الناس غير كتشوفي مثلًا شي شخص ولا كتشمي شي ريحة ولا كتسمعي شي كلمة ولا يعني كتسمعي شي قصة هاديك القصة كتحسّسك بشي إحساس اللي كيكون مسجّل في جهازك العصبي، هاد الشي كيكون مسجّل في جهازك العصبي أنها منبهات عندها علاقة بديك الصدمة، فجأةً صافي كيتبدل لك المود ما كيبقاش عندك الخاطر، باغية صافي غير تمشي تنعزلي بوحدك، يعني فجأةً صافي ما كتبقايش نتِ هي ديك البنت اللي كنتِ دابا عاد كتضحكي وتهضري وعادي ما كاين حتى شي حاجة، ولكن فجأةً تبدل لك المود بكلمة ولا بريحة شميتيها ولا حيت جهازك العصبي بالنسبة ليه هاد الشي منبهات على أن غتوقع لك نفس الصدمة بحال اللي كيفكرك بلي راكي غتحطي في نفس الموقف. الحاجة الثالثة هي تغيرات في بنية الدماغ. الصدمات اللي كتوقع لينا كتؤدي لزيادة نشاط اللوزة الدماغية وسبق وقلنا في حلقة سابقة أن هذه اللوزة الدماغية هي المسؤولة على العواطف وعلى الخوف. فاش كيتزاد النشاط ديال هذه اللوزة الدماغية شنو كيوقع؟ كينقص لينا نشاط الحصين هو قشرة الفص الجبهي، هادو مسؤولين على الذاكرة والمنطق والتحكم في العواطف. فهنا فاش ما كينقص الدور ديال هادو وكيزيد الدور ديال اللوزة الدماغية يعني كيزيد النشاط ديالها شنو كيدير؟ شنو كيوقع؟ كنوليو كتولي احاسيسنا وعواطفنا هي اللي يعني كتمشينا ما كنبقاوش نفكروا بالمنطق. يعني الاحاسيس ديالنا هي اللي كتحركنا، هي اللي ردة الفعل ديالنا كتكون من منطلق دوك الاحاسيس ودوك المشاعر. القرارات ديالنا كيكونوا من منطلق دوك الاحاسيس ودوك المشاعر، ما كيكونش المنطق هو اللي متحكم. داكشي علاش تا كيفوت الفوت عاد كندموا على قرارات خديناها، على كلام قلناه، على نقاشات خضناها يعني دخلنا فيها، ولا على ردات فعل درناها. الحاجة الرابعة هي اضطراب التنظيم العاطفي، ومعنى هذا الشيء أن الشخص كيولي ما قادرش يسيطر على المشاعر ديالو حيث نافذة التحمل ديالو كتولي ضيقة، وهذا الشيء كيخلينا أننا نغرقوا في المشاعر السلبية ولا ندخلوا في حالة الخضر العاطفي. كتولي مثلا بحال اللي مرفوعة ومخضرة. فبزاف ديال البنات كتلقى عندهم إما فرط في المشاعر السلبية أو لا ما عندهمش مشاعر نهائيا، ما كتحسي بتا شي حاجة، يعني ما عندك بحال فبزاف ديال البنات كنسمعوا منهم انهم كيقولوا مثلا ما بقيتش كنحس، يعني قلبي مات كما كيقولوا، قلب ما كيموتش، ولكن شنو كيموت ان جهازك العصبي خضر لك المشاعر باش يحميك، كيخضر لك دوك المشاعر، فما كتبقايش تحسي اصلا، ما كتبقاي تحسي بحتى شي حاجه بحال اللي مخدره، العواطف ديالك مخدره. اولا كيكون العكس، كتولي حساسه اكثر من القياس، يعني كلمه عاديه كديرون جاك شي واحد غير يضحك معاك صافي كيبقى فيك الحال، كتولي حساسه اكثر من القياس، وكتحكم فيك المشاعر ديالك اكثر ما كيتحكم فيك المنطق ديالك. الحاجه الخامسه هي اعراض جسديه مزمنه، لان الصدمات اللي كتكون مخزنه في الجسم ديالنا كتبدا تبان على شكل توتر عضلي دائم، ولا مثلا حريق ديال الراس ولا الم مزمن في الجسد. وهذا الشيء كيكون بدون اي سبب طبي، يعني فاش كتمشي للطبيب كيكون عندك حريق ديال الراس ولا مثلا الم في العضلات ولا مشكل في الجهاز الهضمي، ولا كتمشي للطبيب ولا الم في الجسد ديالك ما عارفاش اصلا علاش، كتمشي حتى كيقول لك ما فيك والو، راكي يعني كلشي مزيان. فكتجي للدار كتقولي كيفاش انا يعني كدوزي للطبيب كديري التحاليل وحتى حاجه ما كاينه، هاد الشيء جهازك العصبي هو السبب فيه، حيت الصدمات القديمه اللي مخزنه في الجسم ديالك راه كتبان على شكل آلام جسديه فاش ما كنعالجوهاش وكتبقى مخزنه في الداخل ديالنا.
وعاوتاني كيكون عندنا حتى مشاكل في الجهاز الهضمي وفي المعده، القولون العصبي، بومزوي، والعيا والارهاق اللي ما كيمشيش واخا كتنعسي نهار كامل ولا كترتاحي. هادشي هضرنا عليه سابقا، السبب ديالو ان الجهاز العصبي فاش كيدخل في حاله خطر كيدير واحد الجسم ديالنا كيدير خطط طوارئ وكينقص لينا الطاقه والجهد ديال بعض الاعضاء في الجسم ديالنا، بحال الجهاز الهضمي مثلا، بحال مثلا المناعه، بحال كيسحب لينا الدم من الجلد من الجهاز الهضمي، بزاف ديال الامور اللي كيديرها باش يوفر لينا الطاقه ندافعوا على راسنا. ولكن هذه الحاله هذه راه يفترض انها مجرد ما ينتهي داك الخطر صافي كيرجع كلشي بلاصتو لخدمته العاديه. ولكن المشكل هي فاش كتبقاي في ديك حاله الخطر فما كترجعش الامور الطبيعه ديالها، بالتالي كتحول الامراض لان الجهاز الهضمي ما كيبقاش خدام بطبيعته. وايضا عاوتاني المناعه ما كتبقاش خدامه مزيان، المعده ديالك ما كتبقاش خدامه مزيان، العضلات ديالك ما كترتاحش، كتبقى في شد مستمر، وهذا الشيء كيعييها وكيرهقها. فهاد الشيء علاش هاد الاعراض هادو فاش ما كيكونش سبب طبي، فاش كدوزيت وما كيكونش سبب طبي فالسبب كيكون في جهازك العصبي. الحاجة السادسة هي التأثير على الذاكرة والجهاز المناعي، لأن المستويات العالية والمزمنة من الكورتيزول اللي كتبقى في الدم ديالنا، حيت ما كنرجعوش للحالة الطبيعية باش ينقص الكورتيزول كنبقاو في ديك حالة الخطر، بالتالي الكورتيزول كيبقى في استمرار، كيتم الإفراز ديالو باستمرار. هادشي كيسبب لينا مشاكل في مناطق الذاكره وكتخلي مناعتنا ما كتستجبش وكتضعف، فكتولي عندنا الذاكره ضعيفه بزاف، ما كنقدروش اننا نركزوا، كننساو بزاف، وكتولي عندنا المناعه ضعيفه. كتسبب لينا في امراض مثلا بشكل متكرر. كنمرضوا بزاف بالانفلونزا، مثلا كيضربك الرواح دغيا وكتمرضي فتره طويله، يعني كتطولي في ديك الفتره ديال المرض. وكتاخدي وقت باش انك تبراي، ماشي بحال فاش كتكون المناعه خدامه عاديه وفي الطبيعه ديالها. فواخا كيضربك الريح مثلا، كيضربك الرواح مثلا وكتمرضي، راه ما كتاخديش ديك الفتره الطويله، كتاخدي مثلا نهار يومين 3 ايام صافي كتنوضي مزيان. ولكن فاش كتنقص المناعه راه كتاخدي وقت طويل باش انك تبراي. فهادو هما الاثار ديال الصدمات القديمه على جهازنا العصبي. فاي حاجه الا كنتي كتعيشي حاجه من هادو ولا كتعيشي هاد الحالات كلها، فاكيد كاين صدمات قديمه في جهازك العصبي كتاثر عليه. كما كنقول دائما، فهمك لجهازك العصبي هو اول خطوه باش انك تتحكمي بحياتك وأنك تغيريها. شاركينا في التعليقات شنو أكثر معلومة فاجأتك، وما تنسايش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش تكملي معنا هذه الرحلة نحو استكشاف خبايا جسمك. وتابعي يومياتي وتطبيقاتي على الانستغرام وتيك توك، الروابط في البايو. نشوفك في الفيديو الجاي، وما تنسايش أنك شي حاجة مهمة بزاف، وربي ما خلقكش عبثا، إنما خلقك لهدف عظيم، وما تخلي حتى شي واحد ينقص منك. دمتي بخير والسلام عليكم.